مشكلتك مع ساويرس؟ انا شفت العدد اللي فات يعود ساويرس مره اخرى، وساويرس شخصيا وجه مقبول جدا كان من الناس، كان في لجنه الحكماء في الثوره في اخره. واجد ان انت عندك حجر عثره في علاقتك مع ساويرس. لا، انت قدام مشاهد غريبه مش اكتر من كده. انت قدام اسئله بلا اجابه. احنا تساءلنا سؤال بسيط جدا: كيف حصل نجيب ساويرس على الموبينيل؟ واعتقد ان رخصه الموبينيل، واعتقد ان في كلام كتير جدا في هذا الامر. اثنين، مين اللي مضى له الرخصه بالارتفاعات الشاهقه اللي هو كمال الجنزوري في الارتفاعات المبنى اللي عمله، زي ما عمل للمبنى بتاع الفور سيزون في استثناءات. فانا بتساءل، اللي زي ما ارجع اقول لك تاني، اذا كنت جزء من المشكله فكيف تكون جزء من الحل؟ انا مندهش فكرا لفكره ايه؟ انه يعني خلي بالك انه نجيب ساويرس بشكل او باخر رفع راس مال اوراسكوم تيليكوم بشهادات مزوره، وكان في قضيه 26 قضيه بيننا وبين بالمحكمه، وقد اعترف بذلك في قلب عريضه الدعوه لما هيئه سوق المال عاقبته برقم رفض انه يدفعه، وقال لك مش انا اللي زورت، ده المحاسب اللي زور. القضيه هنا مش قضيه شخصيه، القضيه هنا قضيه خاصه بايه؟ بانه اذا كنت بتتكلم هو في خيار وفقوس، هو في شخص انا اجيبه لاسباب اقل بكتير جدا واوديه المحكمه، وفي شخص اخليه على راس الثوره. ما هي المعايير؟ ما هي المعايير التي جعلت نجيب ساويرس من الحكماء وجعلت من المستشارين وجعلت وفي نفس الوقت خلت اقل منه يتحط في مواقف حته ارض مش عارف ايه خاصه بايه وحته رخصه ايه والكلام ده كله؟ انا فهمني ما هي قوته الحقيقيه اساسا. يعني ايه اللي انا ده السؤال، وده سؤال من حق الناس يساله. زي حسين سالم، وحسين سالم راجل خد بعضه ومشي في وقت مناسب. يعني ده سؤال يا استاذ عمرو، انا لا عندي بينه وبينه حاجه، ولا عندي اي موقف شخصي منه، ولا انا تنافست معاه على الموبينيل واخد بالك، ولا انا دخلت معاه في اي حته تانية. ثانيا، اعتقد ان القضيه بتاعت شقيقه مع الجونه معروفه. اثنين، هناك قضيه كبيره جدا كانت بين مستثمر مصري معروف اسمه فؤاد سعيد، جه يستثمر 100,000 دولار 100 مليون دولار هنا، فخدوه ودخلوا معاه في قضايا حتى اللحظه دي اللي موجود. انت قدام ظاهره محتاجه الى فهم. من فضلك شوف لي اللي كان بهيئه سوق المال وهيئه الرقابه، جيبوا زياد هنا وحلفوه على المصحف يقول الحق. ماذا كان يحدث في هيئه الرقابه الماليه؟ انا لا عندي مشكله شخصيه مع حد، ولا انا عندي موقف من حد، لكن انا شخص يحمل سؤاله على كتفه في كل مكان. لماذا وكيف وليه؟ اذا حضرتك عندك اجابه انا ما عنديش مانع ان انا ارضي وما اتكلمش تاني على ساويرس. كونه انه ذكي وشاطر وبيعمل مسابقات للقصه وللسيناريو ويجيب كبار الكتاب في مصر ويوقفهم وبتاع، ده شطاره بالقطع، يعني شطاره. كون ان هو يقدر يقابل الشباب ويتكلم معاهم، كون انه بيعتمد على ذاكره امه، اقدم امه واضعف ذاكره موجوده، هو حر. خد بالك، كون انه بيعتمد على امور كثيره جدا جوه وبره احنا ما نعرفهاش، هو حر. لكن ليست هناك مساله شخصيه. انا كل ما املكه كصحفي هو ان حقي في السؤال. اذا كان السؤال حرم ممكن نبطل.